قبل ما اقول لك الحدوته بتبدا، ففي فيديو جديد نزل على قناه مكعب بعنوان شواذ السينما المصريه، فلو عجبك الفكره واتمنى انها ما تعجبكش يعني، ولكن ما علينا، بروح اتفرج على الفيديو. الحدوته بتبدا في قاع الهامور، حيث سلطع برجر وشفيق وسبونج بوب وهاي كابتن بقى، وريحه نوستالجيا كده جايه تهب علينا، حاجه قمه في العظمه. بنشوف بعد كده السنجابه ساندي وهي بتخرج من القبه بتاعتها لقاع الهامور، وهي بقى مليانه نشاط وحيويه، وبتقعد تغني شويه كده في اغنيه بتحكي عن ساندي ذات نفسها، مش عارف ايه النرجسيه دي يعني. المهم انها بقى الاغنيه بتحكي عن انها بتحب البحر وكل حاجه، والشمس والهواء والميه والتراب والعفره، وانها بعد لما هتخلص بحثها في البحر هترجع لتكساس من تاني عشان ده موطنها، ونفسها انها ترجع ليه. وبعد الاغنيه اثناء ما بتكون ساندي واقفه بتتكلم مع سبونج بوب، بيجي لها ساعتها انذار ان في هنالك شيء خاطئ، ولما بتبص فوقيها بتلاقي ان في ونش عملاق جاي يشيل قاع الهامور باللي فيه باللي عليه وياخده بالكامل. بتقوم جايه ساعتها ماسكه سبونج بوب وبتجري بالحصان بتاعها، وفي اخر لحظه بتقدر انها تخرج من قبضه الونش هي وسبونج بوب، ولكن للاسف الونش بيقوم جاي واخد قاع الهامور بكل ما فيه وما عليها. اثناء بقى ما ساندي وسبونج بوب بيكونوا مش فاهمين حاجه، بالذات ان ساندي بتاخد بالها من ان الونش ده تابع لمعمل اللي ساندي اصلا شغاله معاه وبتعمل له الابحاث، فساندي ساعتها بتقوم جايه متصله بالمعمل عشان تفهم الكلام على ايه يا رجاله، ولكنها بتكتشف ان المعمل هيفتتح ملاهي مائيه جديده تحت اداره واحده اسمها زونامي. مش عارف انا ايه زونامي دي، يعني بتعمل تسونامي ولا ايه؟ المهم تقريبا كده هم اخدوا قاع الهامور بحيث ان هم هيستفادوا بيه في الملاهي بتاعتهم يعني. المهم ما بيكونش قدام سبونج بوب وساندي غير ان هم يروحوا للمعمل في تكساس وينقذوا قاع الهامور بنفسهم. طب هيوصلوا تكساس ازاي اصلا يعني؟ ساندي ساعتها بتحسب وقت تعديه الطياره اللي بتسافر لتكساس امتى، ولكن عشان يركبوا فيها لازم يندفعوا بسرعه كبيره جدا من البحر لدرجه ان هم يوصلوا الطياره. طب هيجيبوا القوه دي كلها منين؟ سبحان الله سبحان الله يا مؤمن، يعني سبحان الله، بسبب الونش اللي جا واخد قاع الهامور عمل تشققات كده في الارض، صحه بركان كان خامل تحت قاع الهامور. فساندي ساعتها وسبونج بوب يقوموا جايين راكبين البركان حرفيا اللي بيزقهم بقوه عاليه جدا، وبيقدروا ان هم يتشعلقوا في الطياره واللي رايحه لتكساس بنجاح، واي هبد في اي عم. المهم بصحاب ساندي وسبونج بوب بيوصلوا لتكساس وتحديدا للملاهي المائيه بتاعه معمل الابحاث، ولكن طبعا الفيلم مش هيخلص بالسرعه دي، فلازم ان هو المخرج يحط شويه عقبات بقى في الطريق عشان نطول مده الفيلم شويه، وبرضه نطول مده الملخص، ما في كتمنص جاي لنا من الملخص. المهم مره واحده بالصحاب بيجي اعصار بيقوم جاي واخد سبونج بوب وساندي وموديهم بعيد فشخ عن الملاهي، وبالتحديد لنص صحراء تكساس، ولازم بقى ان هم يشقوا طريقهم بنفسهم للملاهي المائيه. وبعد شويه مشي بيقعوا في فخ كده عامله شويه قفايا عشان تاكلهم، ولكن ساندي ساعتها بتشمر بوكسرها وتقوم جايه نازله ضرب فيهم. وبعد شويه قتال كالمتوقع يعني التعابين بتكسب، لان كنت بتغلب الشجاعه، معروف يعني، بعدين دي تعابين دي مش ناس سهله يعني. ولكن ساندي ساعتها بتقوم جايه مصفره عالي فشخ، وقبل ما الافاعي ما تاكلهم بتيجي عربيه وبينزل منها ابو ساندي، وبيكون معاه عيله ساندي كلها، ومش محتاج اقول لك ان هم بيعلموا التعابين دي الادب لدرجه ان هم بيضطروا ان هم يهربوا منهم. وعائله ساندي بتقوم جايه واخده ساندي معاها في العربيه عشان توصلها للمعمل. طب هم سمعوها منين اصلا؟ الصفاره دي ايه، عابره الاكوان ولا ايه؟ لا مؤاخذه مش فاهم انا، ولكن مشي حالك. المهم اثناء ما العلماء بيكونوا في المعمل حاطين قاع الهامور في قبه زجاجيه علشان يدرسوه بالكائنات اللي فيه باوامر من الست ستيف 70 اللي اسمها زونامي دي، واللي بتكون مجنونه بالكائنات البحريه، وعندها مجموعه منهم بالتحديد متوحشين كده يعني، فاهم، مجموعه كائنات بحريه متوحشه. المهم اول لما بتعرف ان العلماء ضيعوا سبونج بوب وما تجابش وسط الكائنات بتتعصب عليهم علشان سبونج بوب هو اساس مشروعها اصلا، لازم يتجاب باي ثمن. طب ايه هو اصلا المشروع ده؟ المشروع هو ان هم هيبيعوا كائنات قاع الهامور كحيوان بديل للاطفال مقابل اسعار عاليه فشخ جدا، والمفروض ان سبونج بوب هو اغلى واحد فيهم، ماستر بيس يا ده سبونج بوب ذات نفسه يعني. المهم اول حاجه بيعملوها ان هم بيقوموا واخدين مستر سلطع وشفيق وبسيط وحاطينهم في آلة كده بتغير في جيناتهم وتخليهم قادرين على التنفس بره الميه عشان الاطفال يقدروا ان هم يلعبوا فيهم يلعبوا بيهم براحتهم. ساندي بتصحى في العربيه وتنزل تفطر مع عائلتها واللي بتكون مفتقداهم لانها بقالها سنين ما شافتهمش، ولكن هي مش بتحط في دماغها الموضوع ده وبتكمل طريقها للمعمل بالعربيه، ولكنهم بيكتشفوا ان الشرطه بتطارد العربيه اصلا عشان اخو ساندي سارق شويه لوز وحاططهم في العربيه، فالشرطه ساعتها وراهم علشان يقبضوا عليه. فساندي ساعتها وسبونج بوب بيضطروا ان هم ينزلوا من العربيه عشان يكملوا مشوارهم مع نفسهم، وبعد شويه مشي كده بيوصلوا بنجاح للملاهي المائيه بتاعه معمل الابحاث. واثناء ما ساندي بتدور على المعمل بيهجم
عليهم كلب كده فبيجروا منه، وبعد شويه جري يمين شمال هوبا بيوصلوا ساعتها للمعمل بنجاح، وبيقدروا والحمد لله ان هم يخشوا عن طريق المواسير وتحديدا عن طريق الحوض. واول لما سبونج بوب بيشوف قاع الهامور بيقوم جاري عليه عشان يسلم على سريع، وبالمره كده يسلم على شفيق وبسيط ومستر سلطع اللي هم بره الحوض اساسا. في نفس الوقت العلماء بيخشوا فيه الاوضه، واول لما بيشوفوا سبونج بوب ما بيصدقوا نفسهم، سبونج بوب ده ملايين ده، ويقوموا ساعتها جارين عليه وقافشينه من قفا امه، وبادئين اخر مرحله الا وهي استنساخ سبونج بوب وبسيط ومستر سلطع وشفيق عشان يبيعوهم بكميات عاليه بقى. وفي الاثناء دي بتكون زونامي وساندي بتحصل ما بينهم محادثه. ليه زونامي اصلا بتعمل كده؟ فبتقول لها ساعتها انه هي صغيره كانت بتحب الاسماك فشخ، لدرجه انها كانت بتروح عند حوض الاسماك وتسرق سمكيه او اتنين كده عشان تلعب معاهم بالليل، ولكن لما بيجي الليل السمك بيموت. ما هو طبيعي يا بنت الغبيه، ما هو مش بيتنفس بره الميه. وطبعا هي عشان عيله هبله تبقى حزينه جدا. ولما كبرت استخدمت فلوسها في انها تتعلم العوم والدغوص مع الاسماك. ولكن في مره كده سمكه ابو سيف بتهجم عليها وما بقاش فاضل منها غير دماغ حرفيا بتركب على آلة. وما تسالنيش ازاي يعني هي عايشه، انت قدامك سنجاب وسفنجه بيتكلموا جاي ماسك لي في الوليه دي، يعني احمد ربنا يا معلم. المهم بمساعده ساندي والبحوثات اللي كانت بتعملها طول السنين دي، زونامي قدرت تجمع المعلومات الكافيه عشان تعمل مشروعها اللي بتحلم بيه، الا وهو اسماك بتتنفس بره الميه وتقدر بقى تلعب بيهم براحتنا. مش فاهم انا كل ده عشان تلعب بيهم. المهم ساندي بعد كده بتحبط عشان ما بتكونش عارفه ان اثناء كل الوقت ده اساسا كانت شغاله جاسوسه لزونامي وهي مش حاسه. فزونامي ساعتها بتقوم جايه حبسها وحاطه سبونج بوب في جهاز الاستنساخ، وسبونج بوب ساعتها بيتقسم لمئات النسخ. ولكن كلب زونامي بيهجم على سبونج بوب في الآلة وبيوقف العمليه قبل ما تكتمل. هو بقى فيه 100 نسخه بس صغيرين فشخ يعني. واول واحد من النسخ ده بيروح لساندي وهي محبوسه وبيديها ساعتها خطبه ان دي مش غلطتها وان هم اكتر من صحاب، احنا عائله يا بنتي يا ساندي. المهم ان هم بيصعبوا بعد كده على العلماء وبيقرروا ان هم يساعدوهم ضد زونامي. بيقوموا جايين محررين ساندي اللي بتهجم على زونامي بشويه مساعده من العلماء، وبتقدر ساعتها انها تدمر الآلة اللي بتبقى زي جسم زونامي كده. وبيقوموا جايين راميينها في حوض كده من احواض السمك المفترس اللي بياكل زونامي اساسا وبنخلص منها. مش عارف صراحه ايه اللي حصل ده فجاه يعني، ولكن المفروض ان هو كرتون اطفال. المهم طب انت لو بتسال طب ازاي يرجعوا سبونج بوب لحالته الطبيعيه من تاني، فبيقوم جايين ماسكين كل نسخ سبونج بوب ومجمعينهم مع بعض عشان يكونوا سبونج بوب واحد كبير واللي هو الاصلي، يعني حاجه قمه في العته يعني. ولكن المشكله بقى دلوقتي الحوض اللي فيه قاع الهامور بيقع وبيتشرخ، ويكون لازم ان هم يرجعوا قاع الهامور للبحر من تاني بسرعه قبل ما الميه ساعتها تتسرب من الحوض وكل الكائنات اللي جواه دي تموت. فسبونج بوب بيقوم جاي مصفر زي ما ساندي سافرت، فعائله ساندي بتوصل عشان يساعدوهم في نقل قاع الهامور بسرعه للبحر. انا مش فاهم، انا عائله ساندي اللي قاعده مستنيين دول حد يصفر ويروحوا له، طب ما اصفر لهم يجوا انا دلوقتي ولا يا رجاله؟ المهم بالصحابه تسالني طب هم هينقلوا قاع الهامور ازاي يا معلم؟ هقول لك الحوض اللي فيه قاع الهامور بيبقى على شكل كوره، فالخطه بتكون ان هم يدحرجوا الكوره دي لحد البحر. والله العظيم. ولكن طبعا شويه سناجم مش هيقدروا ان هم يحرجوا حوض كبير فشخ كده يعني. فساندي بتجيلها فكره، بتقوم جايه صنعه محرك في السريع كده، فاهم؟ في السريع البوني كان صنعنا محرك يعني ايه ضيق كده، وبساعتها بتخلي كل عيلتها وبسيط ومستر سلطع وشفيق وسبونج بوب بيجروا بيه، فيولد ساعتها شحنه كهربائيه لريبوت كده بتاع ساندي. بيقوم جاي ناطر الحوض بقى ايه بتاع قاع الهامور ده من المعمل في تكساس لحد الفضاء، وتحديدا عند القمر. يعني بياخد له لفه كده حوالين القمر، فاهم انت؟ وبيلفوا فاهم انت حواليه لفتين كده، فاهم؟ مرسعهم كده ايه، بص على السريع كده فاهم انت، وبيوصلوا ساعتها عند البحر وتحديدا عند قاع الهامور. ما تسالنيش اساسا ايه اللي حصل ده، اتفرج وانت ساكت. المهم ان قاع الهامور بيرجع من تاني لمكانه وكل حاجه بترجع زي الفل. ولو بتسال هي اهل ساندي هيعملوا ايه في قاع الهامور، فبيفضلوا مع ساندي هناك بقى، وبيكون شغلهم ان هم يعملوا عروض سيرك زي ما كانوا بيعملوا في تكساس يعني. صفر لهم هتلاقيهم على طول يعني. بس كده يا صحاب، ده كان ملخص النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، كومنت، شير عشان يوصلك كل جديد، وتسجل الفيديو مكعب اللي موجود على القناه ولا تنسى معلم. المهم يا صحاب كان معاكم حدوته وتوته خلصت الحدوته.